طبعا كلكم عارفين ان مين سليم باشا البدري. انا قاعد هنا في السجن من الثورة اللي فاتت من سنة 52. عايز سلطان زماني بس ما عكرش دمي وفوره الا حالة الطوارئ اللي حصلت عندنا هنا في بورتو تورا. فجأة لقيتهم بيقولوا البشوات جايين. سألته وقلت بشوات مين؟ وفي بشوات غيرنا؟ قال له لا، دول المساجين البشوات بتوع اليومين دول. وعرفت منهم ان الدمنة قفلت على صباعهم وبدأوا يقعوا زي ورقها واحد ورا التاني. وشفت البشوات وهم داخلين ما بقتش مصدق نفسي، وانا شايف المخبرين وامناء الشرطه ساحبينهم من قفاهم وكانوا مركبينهم البوكس. بقى بعد الفخفخه والنغنغه والهبش والكبش تشرفوا عننا في بورتو تورا وتخنقونا. لقيت المساجين ماسكين صواني الشاي وعاملين لهم زفه ويغنوا لهم يا قمر مسجوني يا سيدي الغربان يا سيدي الغربان نورت السجن يا ابو قردان يا ابو قردان. وصلوا بقى كل واحد فيهم لباب الزنزانة، كل واحد له زنزانته. اول زنزانة كانت الباشا الكبير حبيب الملايين، دماغه لفت يا عيني مش مصدق نفسه. بقى بعد ما كان هو باش كبير شهبندر السجانين وعم البصاصين والعسس، يبقى النزيل بورتو تورا والتاني النوسة حبيبي اللي أول ما جاء فضل يدور على مأمور السجن ويقنعه إنه يعمل له خطب للمساجين كل يوم خميس، وكان عاوز يعمل محطة تلفزيونية للسجن ويذيع فيها برنامج يومي اسمه سجننا النهارده. وكمان قرر انه ينتج مسلسل بميزانية مفتوحة. الميزانية كانت عبارة عن اذان عدس وخرطوشتين سجاير، وهيسمي المسلسل الفاسدون على البرش. تالت زنزانة كانت لأقصر واحد فيهم، خليناه يهز طول الليل. ولما جه ميعاد التعيين عمل مشكلة كبيرة وفضل يعيط وقعدوا يحايلوا فيه ويطبلوا له ويهزوا في هز عشان ينام وهو عمال يعيط. ولما سألوه مالك قال الأكل ناقص حديد. المشكلة الحقيقية اللي قابلتنا في السجن كان في واحد منهم بيموت في حاجة اسمها نظافة. كان طويل حبتين، هما مش حبتين لا هما دورين. مأمور السجن داخ عشان يلاقي زنزانة على مقاسه، واخر ما غلب فتح له زنزانتين فوق بعض. في واحد بقى بتاع المجلس ده اللي هو من اول ما شرف قاعد في الحمام مش عاوز يخرج منه. نسأله مالك في ايه؟ قال لهم لا، الكنيف سيد قراره. واكتر واحد خنقني الزغلول اللي مدوبهم 3، الراجل اللي ما بياخدش قرار غير بالشورى، اللي كان فاكر ان محدش هيوصل له في الدنيا، اللي حرض الجمال والحصنة والحمير على اقتحام الميدان. يظهر ان هو كان غاوي حيوانات يعني، ولو كنا صبرنا عليه شوية كان جاب لنا في الميدان سيد قشطة وكلب البحر والفيل ابو زلومة. المهم يوم والتاني ولقيناهم بدأوا يجتمعوا مع بعض ويقسموا السجن ما بينهم، كل واحد يحتكر حاجة. واحد يحتكر توريد الأكل، والتاني ياخد الملاعب ويحولها المدينة سكانية للمساجين ويسميها زنزانتي. وقرروا في الآخر إنهم ينتظروا واحد لسه داخل طازة عشان يدوله توكيل الكانتين من المطبخ. قال يعني مركب العسل ناقصة بطرمان،
السجون بقت تلم. سلام بقى، وقت فسحتهم قربت بيقطعوا تذاكر للمساجين عشان يفرجوهم عليهم. لما اروح الحق تذكره